أن هذا العصر هو عصر أهل البيت عليهم السلام، وذهبت هذه الأيام التي يقول فيها أحدهم: أهوى عليا أمير المؤمنين ولا أرضى بسب أبا بكر ولا عمر، ولا أقول وإن لم يعطيها فدكا بنت النبي رسول الله قد كفر، الله أعلم ماذا يأتيان به يوم القيامة من عذرا إذا اعتقى. فجاء الرد الصريح من الشيخ ها الدين العاملي لهذا البتري وقال له: أيها المدعي حب الوصية ولم تسمح بسب أبا بكر ولا عمر، كذبت والله في دعوى محبته، تبت يداك ستصلى في غدا سقرا، فكيف تهوى أمير المؤمنين وقد أراك في سب من عاداها مفتكرا، فإن تك صادقا فيما نطقت به فابرأ إلى الله ممن خان أو غدر، وأنكر النص في خم وبيعته وقال إن رسول الله قد هجر، أتيت تبغي قيام العذر في فدك، أتحسب الأمر بالتمويه مستترا، إن كان في غصب حق الطهر فاطمة سيقبل العذر ممن جاء معتذرا، فكل ذنب له عذر غداة غد، وكل ظلم ترى في الحشر مختفرا، فلا تقولوا لمن أيامه صرفت في سب شيخيكم قد ضل أو كفر، بل سامحوه وقولوا لا نؤاخذه عسى أن يكون له عذرا إذا اعتذرا، فكيف والعذر مثل الشمس إذ بزغت والأمر متضحا كالصبح إذ ظهر، لكن إبليس أغواكم وصيقكم عمي وصم فلا سمع ولا بصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته.